دي وصفتي اللي دايما بعتمدها من سنين في كيكه الشوكولاته. وشوفوا قد ايه الكيك بيكون مويست وبيكون غني وطعمه خطير، وسواء هتستخدموها كتورته او ككيك انا متاكده انكم هتعتمدوها مش هتغيروها ابدا. استخدمت كوبايه ونص من الدقيق وضفت عليهم كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، وطبعا كل ما كانت جوده الكاكاو وطعمه حلو كل ما هيدينا طعم كيك احسن وجودته افضل. واستخدمت معاهم كوبايه وربع من السكر، ودي كميه معقوله قوي بتناسب كميه الكاكاو الخام اللي احنا استخدمناها، وبتكون السكر في الكيك طعمه مظبوط جدا. وبعد كده ابتديت ان انا اضيف عليهم معلقه من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا ورشه من الملح، وببتدي ان انا اقلب المكونات الجافه مع بعض كويس جدا. بعد كده بضيف عليهم 3 ارباع كوبايه من اللبن الرايب، والرايب اللي هو اللبن مش الحليب. بعد كده ضفت معاهم بيضتين وتلت كوبايه من الزيت. بعد كده ببتدي ان انا اخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا، وبضيف معاهم 3 ارباع كوبايه من الميه المغليه. الميه بتكون بتغلي كويس جدا. بضيف معاها معلقه من النسكافيه. معلقه النسكافيه اختياري، لكن انا بحب اضيفها علشان بتعزز طعم كيكه الشوكولاته. وببتدي ان انا اقلب المكونات بتاعتي كويس جدا لغايه بس ما المكونات كلها تمتزج مع بعض، لكن مش ببالغ في الخفق. بعد كده